خصوصا لأرواح الحبيب علي الحبيب الشيخ رسول الله ثم إلى أرواح صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر بسم الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا
ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مولا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب عشاء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
بين الأنبياء السلام عليك أتقى وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان.
سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفنه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأسني بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فرقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. نورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتلعقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فعنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سياد أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة
ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم في طريق الدقى من حيث ساروا وراهم. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم. باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم. فإنهم قوم ما حد في البرية كما هم. لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم. فإن مولاك وفر من هبته عطاهم. حيثما كانوا حضور في مجالس صفاهم. وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم. هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم. باتباعه وحبه حقق الله رجاهم. يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم. ربي بلغني آمالي بجاهي كما هم. ربي بلغني آمالي بجاهي كما هم. والصلاة على خير الورى مصطفاهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفة يديك رات العالمين يا أهيل الجود
العالمين يا أهيل الجود والكرم وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم الزهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم بارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله فنور هذا الحبيب
بأول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر: إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطن من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المقام في آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله، وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المنسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تنقى السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. قدر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وانظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أتعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. البدر علينا واختفت بدر أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. اقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي
الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي رضي الله عنكم وقال رضي الله عن أعجبني الإنسان يأتي بلا شيء ثم يسعى من أجل كل شيء ثم يترك كل شيء ويذهب بلا شيء ثم يحاسب على كل شيء. Sungguh mengherankan kepadaku manusia lahir tanpa membawa sesuatu, thumma yas'a min ajli kulli syai', kemudian hidup mengejar segala sesuatu, thumma yatruku kullu syai' kulla syai', kemudian manusia tadi itu mati meninggalkan segala sesuatu, wa yadhhabu bila syai', dan dia akan pergi tanpa membawa sesuatu, thumma yuhasabu ala kulli syai', kemudian yang terakhir manusia tadi itu diminta pertanggungjawaban jawab atas segala sesuatu. Nasihat ini adalah merupakan nasihat yang paling penting kepada kita, di mana kita menganggap semakin kita menggeluti dunia, kita beranggapan kita akan menemukan kebahagiaan. Ternyata tidak. Semakin manusia mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar dunia, jabatan, tahta, maka semenjak itulah manusia akan semakin disibukkan oleh hal-hal yang tidak akan ditinggal mati. La salat jamaah, wala baca Al-Quran, wala majlis ta'lim, wala salawat kepada Nabi SAW. Alangkah meruginya dia menumpuk harta, akan tetapi hisabnya kepada dia dan dia tidak menikmatinya. Selong molong, tingpon banyak, tingpon posak, ternyata ekebe kalam kufur sama sekali tak ekebe, semenikmatin orang lain. Tapi hisabnya ada guli sambian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hisaban, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Setuju bekal hisab, ben setuju bekal soal pertanggungan jawab bagi dengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau ditanya tentang dunia, sif lana dunia ya Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, sif lana dunia, sifatilah kepadaku tentang dunia. Wa huwa fi khutbati, sedangkan Sayyidina Ali di saat itu berkhutbah memberikan nasihat ala mimbar. Faqala, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma asifu, apa yang aku akan sifatkan kepada dunia, darun awwaluha ana wa akhiruha fana. Aku tidak bisa mensifati yang kita mencarinya dengan susah payah, akan tetapi akan hancur. Cek saking nyareh bareng gelek buto ke sampai mati ki pantes. Dan Sayyidina Ali, engkau nyefatna dunya re sifatna dak remah. Awwaluha ana wa akhiruha fana. Nyari dunya ya melarat, susah payah, kerja banting tulang. Wa akhiruhu fana, tapi akhirnya ya hancur, kiamat.
Mungkin kendaraan saya kandi guluman jenengan 200 tahun lagi jadi rosokan. Pakaian saya mahal untuk 200 tahun lagi insya Allah jadi serbet, jadi ngilangake kotoran. Tapi apa sih sedia izin Allah Subhanahu wa taala khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal dan abadi. Bener larang sampai nalako. Sempatake untuk Al-Qur'an. Sempatake untuk majelis-majelis ilmu. Sempatkan waktu luang untuk sholat berjamaah, untuk nyari ilmu, menambah ilmu agama, untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia wis cukup lah saya kakana beda, abek sehat, tandi moso terus apa boleh saya seharian. Ada atau bukan ada kemarin nah. Debun Sayyidina Ali kineka. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Si halal yurus. Si haram tahu saya yurus langsung diseksa. Oleh karena itu cek bika piaki lah ya. Gunaki untuk santunan anak yatim, laku atau bedeki beda santunan anak yatim, bantu fuqara masakin, beda reng sake membantu orang sake ya. Ini kedunyana sampean saya hakikat jalan kade ke akhirat orang kini dunya tapi dunyana berangkat ke akhirat. Ya, nika nasihat ke kulit TV bener ke sampian. Ya nasihat ke kulit TV selebih ke sampian. Jadi manusia nika lahir tanpa membawa sesuatu, kemudian mengejar segala sesuatu, meninggal tanpa membawa sesuatu, dan kita akan dihisap atas segala sesuatu. Tade selopot dari hisapan. Mentermoga titil masih manfaat barakah. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين.
اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودرونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفيين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.